السلام عليكم. بالنسبه لي من وانا صغير ايران كانت واحده من الدول اللي اسمها دايما مرتبط بالستيريوتايبنج او التنميط. دايما سيره ايران كانت محصوره في كام قالب كده ما بتخرجش عنهم، يعني امبراطوريه الفرس، معلومات تاريخيه محدوده، افلام النووي والحرب مع امريكا، الشيعه، واللي بتكتشف مع الوقت ان كتير من القليل اللي كنا بنسمعه ما كانش مظبوط اصلا وفي الهبد منه. طبعا القوالب دي بتختلف على حسب انت مين من فين وعايش من امتى. ممكن طبعا تقول لنا في الكومنتات بالنسبه لك انت لما بتسمع عن ايران ايه اول حاجه بتخطر على بالك. احسن طريقه تعرفك على تاريخ وحكايات اي مكان انك تتعرف على المكان نفسه الاول، وعلشان كده احنا النهارده هنبدا بموقع ايران. هي فين على الخريطه؟ جيرانها والدول اللي حواليها مين؟ كام واحده؟ تضاريس ايران الصعبه اللي بنسمع عنها كتير في الاخبار دي شكلها ايه؟ الموارد الطبيعيه اللي عند ايران، نظامها الاداري شكله ايه من اول العاصمه واللي اتغيرت اكتر من 30 مره على مدار تاريخها اللي بيرجع لاكتر من 5000 سنه، لحد اهم المدن ونشاطاتها، السكان والمشاهير منهم، وعالم ايران وحكايته، ومعلومات كتير ممكن ما تكونش تعرفها عن ايران. اهلا بيكم في جغرافيته. اسمي اسلام والنهارده هنتكلم عن جغرافيا ايران. يلا بينا نبدا. إيران من أهم الدول اللي بتربط الشرق بالغرب بسبب مكانها اللي مخليها نقطة عبور مهمة واستراتيجية للتجارة، من أيام طريق الحرير اللي كان بيوصل الصين بأوروبا، ولحد النهاردة من خلال أنابيب الغاز والنفط اللي بتوصل من وسط آسيا لأوروبا. وده لأنها موجودة في الجنوب الغربي لقارة آسيا بمساحة تقريبا 1,649,000 كيلومتر، وحدود مع 7 دول وبحر وخليجين بالمضيق بتاعهم. شمال إيران بيطل على بحر قزوين اللي بيعتبر أكبر بحر داخلي في العالم من حيث المساحة، حوالي 371,000 كيلومتر. وغير ان البحر ده بيعتبر من اهم مصادر الثروة السمكية في ايران، فهو كمان مليان بالنفط والغاز. ده غير انه بيربط ايران بدول اسيا زي تركمانستان وكازاخستان، وبيفتح لها الباب للتجارة مع معظم الدول اللي كانت تبع الاتحاد السوفيتي. في الجنوب بتلاقي الخليج العربي وخليج عمان، وبينهم مضيق هرمز اللي بيعتبر واحد من اهم الممرات البحرية في العالم. اكتر من 20% من صادرات النفط العالمية بتعدي من المضيق ده، وده بيمنح ايران قوة جيوسياسية ضخمة ومخليها متحكمة في حنفية الطاقة اللي بتوصل لأوروبا. في الشرق أفغانستان وباكستان. بالنسبة للحدود مع باكستان فدي منطقة غنية بالثقافات والتجارة على مدار التاريخ، وفي نفس الوقت توترات بسبب التحديات الأمنية، بسبب تهريب المخدرات والنوش اللي شغال معظم الوقت. أما حدودها مع أفغانستان فدي حوالي 945 كيلومتر، ودي بوابة إيران لوسط آسيا. أفغانستان كمان بتمثل مصدر تحدي أمني كبير بسبب المشاكل والخلافات الكتيرة والطويلة والتجارة غير الشرعية، أنت فاهم قصدي. لكن في نفس الوقت أفغانستان بتعتبر سوق كبير للمنتجات الإيرانية، خصوصا من الطاقة والمواد الغذائية. غرب إيران هتلاقي تركيا والعراق. العراق بيعتبر الجار الأهم لإيران من ناحية التاريخ والدين والموارد الطبيعية. الحدود اللي طولها حوالي 1458 كيلومتر بتمثل رابط قوي بين البلدين، خصوصا في مدن زي البصرة وخوزستان اللي مليانة بالنفط. العراق كمان شريك لإيران طبعا في تقاليد الشيعة والعلاقات الثقافية اللي مستمرة من قرون القرون. الشمال الغربي لإيران بيلمس مع حدود تركيا، المنطقة اللي بتعتبر واحدة من مداخل إيران لأوروبا. علاقتهم دايما مليانة تنافس سواء سياسي أو تجاري. ده غير ان هم كمان بيتقسموا المياه في بعض الاماكن زي مثلا نهر اراس. في الشمال الغربي حدودها مع اذربيجان، وغير الحدود المشتركه كمان في رابط ثقافي بسبب وجود اقليه اثريه كبيره داخل ايران. الحدود دي دايما عليها حركه تجاره كبيره خصوصا من الغاز والطاقه. ده غير كمان ارمينيا، واللي على الرغم من ان الحدود صغيره نسبيا الا انها مهمه جدا لايران، لان هي بتوفر لها ممر للتواصل مع اوروبا بعيدا بقى عن العقوبات الاقتصاديه اللي بتفرضها دايما عليها الدول الغربيه. في شمال ايران هتلاقي تركمانستان، ودي اهدى حدود لايران مع اي دوله تانية. كمان تركمانستان شريك مهم لايران في مجال الغاز الطبيعي، لان هما بيتقسموا حقول غاز في بحر قزوين. ده غير ان تركمانستان تعتبر بوابه ايران لاسيا الوسطى. ايران موجوده بين تقاطع الصفائح التكتونيه العربيه والاوراسيه، وده بيخليها تتعرض لزلازل كتير. هنعمل حلقة سريعة عن الصفائح التكتونية دي ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله قريب جدا. فوق الأرض بقى هتلاقي إيران عندها من كله، جبال عالية، تلج، صحراء، سهول خضراء، ومسطحات مائية. ممكن نقسم جغرافيا إيران ل3 أماكن: جبال، صحاري، وسهول، أو الاستثناء الأخضر في خوزستان. بداية من الجبال، في جبال زي جبال زاجروس المشهورة جدا في غرب إيران، ودي بتمثل حاجز طبيعي له دور كبير جدا في تشكيل المناخ المحلي.
الجبال دي كمان فيها بحيرة اسمها أرومية اللي بتعتبر أكبر بحيرة مالحة في إيران، بالإضافة لنهر اسمه قارون أطول نهر في البلد كلها. النهر ده بيصب في الخليج العربي. بالإضافة لكده جبال زاجروس مليانة بالمعادن، وده واحد من الأسباب ليه إيران رائدة عالميا في إنتاج الزنك والفيروز. على طول النواحي الشمالية هتلاقي جبال البرز واللي بتضم قمة ذا ماوند اللي بتعتبر أعلى قمة في إيران وآسيا الغربية بارتفاع 5610 متر، وده عبارة عن جبل بركاني لسه محتفظ بنشاط خفيف وبيعتبر رمز تاريخي وجغرافي في إيران. تاني منطقة اللي هي الصحاري والهضاب. بالنسبة للصحراء فهتلاقي صحراء كفير وصحراء لوط اللي بتعتبر واحدة من أكتر المناطق حرارة على سطح الأرض. واسمع دي، سنة 2005 الأقمار الصناعية بتاعت وكالة ناسا سجلت درجة حرارة قياسية وصلت ل 70.7 درجة مئوية، بس على الرغم من قسوة المناطق دي بس سبحان الله على الجمال. أما سهول الخوزستان الخصبة فدي بتعتبر الجزء المسطح الوحيد تقريبا في كل إيران. دي منطقة خصبة جدا بسبب وجود نهر قارون والأنهار التانية اللي بتجري فيها، وده خلاها منطقة زراعية مهمة جدا في إيران. على الرغم من الصورة النمطية لإيران كبلد صحراوي إلا أن مناخها متنوع بشكل مذهل، وممكن نقسمها ل4 مناطق. المناطق الشمالية واللي بتطل على بحر قزوين، المناخ هناك رطب بس فيه رطوبة عالية وده بسبب البحر، بس كمان في خضرة كتير جدا وبيزرعوا هناك رز وشاي كتير، والشاي الإيراني على فكرة حلو جدا. المنطقة دي عاملة زي الدلتا عندنا كده بس على أوسع شوية. ومن أهم المدن هناك ساري وجرجان. ساري دي تعتبر مركز تجاري مهم، وجرجان من المدن التاريخية القديمة جدا في إيران. تاني منطقة هي المناطق الصحراوية واللي موجودة في وسط وجنوب إيران. هنا الجو بيكون شوية قاسي يعني زي الصحراء الكبرى كده، الصيف حر جدا والشتاء برد جدا، مفيش حاجة في النص، حاجة كده زي الصحراء البيضاء عندنا في مصر. أهم المدن الصحراوية يزد وكرمان وأجزاء من أصفهان. يزد مشهورة بعمارتها القديمة اللي بتتماشى مع المناخ الصحراوي، وكرمان مشهورة بصناعة السجاد، وأصفهان طبعا من أهم المدن التاريخية في إيران. ثالث مناطق هي المناطق الجبلية اللي موجودة عند جبال زاجروس والبرز اللي موجودة في شمال إيران، والجبال دي دايما بيغطيها التلج في الشتاء، لكن الوديان اللي بينها بتبقى مناسبة جدا للزراعة. وأهم المدن هناك طهران وتبريز وشيراز. طهران طبعا العاصمة النهاردة وأكبر مدينة في إيران، تبريز مدينة تاريخية وفيها أسواق قديمة، وشيراز مشهورة بالحدائق والشعراء بتوعها. السواحل الجنوبية اللي على الخليج العربي وخليج عمان الجو هناك بيكون شبه استوائي، يعني حر ورطوبة عالية طول السنة زي جو الخليج عموما. المناطق دي مهمة جدا للصيد والتجارة عشان فيها مواني مهمة على الخليج. أهم المدن الساحلية الجنوبية بندر عباس وبوشهر وخرم شهر. بندر عباس دي ميناء رئيسي في إيران وليها حكايات طويلة. بوشهر من المدن التاريخية اللي فيها آثار قديمة، وخرم شهر مدينة مهمة جدا على الحدود مع العراق. المياه في إيران متوفرة في مناطق، لكن في مناطق تانية بتعاني من نقص حاد جدا في المياه، وهتلاقيها موجودة عموما في البحيرات زي بحيرة أرومية، ودي كانت زمان من أكبر البحيرات المالحة في العالم، بس للأسف البحيرة دي دلوقتي بتعاني من الجفاف بسبب التغيرات المناخية اللي أثرت عموما على العالم كله، وكمان بسبب سوء إدارة الموارد المائية. الانهار زي نهر قارون ده اهم انهار ايران، عامل زي نهر النيل عندنا كده. النهر ده بيجري لحد الخليج العربي وبيستخدموه في حاجات كتير زي الشرب والزراعه وتوليد الكهرباء. بالنسبه بقى لثالث مصدر المياه الجوفيه، وبيستخدموا هم القناطر لان هم عباقره من ايام زمان في استغلال موارد الميه، وده بيبان في نظام القناطر القديم اللي عملوه واللي كانت بتجيب الميه من الجبال للمناطق الصحراويه بطريقه ذكيه جدا، بتعتمد على حفر انفاق تحت الارض مع ابار عموديه للتهويه والصيانه. ولسه على فكرة بيستخدموا لحد دلوقتي بعض من القناطر دي في بعض المناطق. إيران بلد غني جدا بالموارد الطبيعية والزراعية، وده مديها قوة كبيرة. تقدر تقول إن إيران مملكة الفستق والزعفران، وهم من أهم المحاصيل الزراعية عندها. إيران كمان بتنتج أكتر كافيار في العالم، والكافيار ده بيجي من سمك الحفش اللي بيعيش في بحر قزوين. ده غير انها تاني اكبر منتج للبترول في الشرق الاوسط بعد السعوديه، والبترول والغاز عموما بيلعبوا دور كبير جدا في اقتصاد ايران. ايران فيها تنوع بيولوجي كبير قوي، يعني فيها حيوانات ونباتات كتير ومتنوعه، بس للاسف في حاجات كتير مهدده بالانقراض زي الفهد الاسيوي، ده واحد من اندر انواع القطط الكبيره اللي موجوده في العالم كله، وعددهم في ايران قليل جدا، وده مخليهم قريبين جدا من الانقراض بسبب ان الاماكن اللي بيعيشوا فيها بتقل والصيد الكتير. بس في مجهودات دلوقتي بتتعمل علشان يحاولوا يحموه. الاسد الفارسي وده مفيش منه غير كام واحد غير الغزلان والنسور، واللي معظمهم بيقرب على الانقراض.
ده بسبب كذا منها ان الاماكن اللي بيعيشوا فيها بتبوظ، والصيد، تغير المناخ والتلوث وغيره. ايران تاريخها بيرجع لاكتر من 5000 سنه، لدرجة ان قبل طهران زي ما قلنا كان ليها اكتر من 30 عاصمة قبل كده، وده اكتر من اي دولة تانية في العالم على فكرة. دلوقتي ايران متقسمة ل 31 محافظة، كل محافظة ليها طابعها الخاص سواء من الثقافة او الاقتصاد او طبعا اللهجة زي عندنا يعني في الاسكندرية او الصعيد او في الدلتا. النظام الاداري في ايران بيعتمد على المركزية في التخطيط، لكن بسبب ان المساحات كبيرة فالمحافظات دايما بيكون عندها قدر من الاستقلالية في ادارة شؤونها اليومية. ايران بتتقسم ل5 اقاليم يعتبروا مش حاجة رسمية. كل اقليم من الاقاليم دي فيه 6 محافظات، ما عدا واحد بس فيه 7 محافظات، وده الاقليم اللي فيه طهران. رغم كده في نزاع على الحدود كبير مع الامارات العربية المتحدة حوالين جزر ابو موسى وطنب الكبرى والصغرى عند مضيق هرمز. من اهم واكبر المدن في ايران زي ما قلنا طهران، ودي العاصمة اللي يعتبر قلب ايران بسبب ان هي مركز الحكومة والسياسة، وكمان اكبر مدينة من حيث الاقتصاد والثقافة. فيها حاجات كتير زي برج أزادي اللي بقى رمز الإيران الجديد النهاردة. فيها تنوع رهيب بين الأحياء القديمة والحداثة. تاني مدينة هي مدينة مشهد، ودي الوجهة الدينية الأولى. مدينة مشهد ليها طابع روحي لأن هي موطن ضريح الإمام الرضا اللي بيزوروا ملايين المسلمين الشيعة كل سنة. مشهد كمان معروفة بأسواق السجاد الإيراني المشهور. أصفهان كمان من المدن المشهورة في إيران، وبيقولوا عنها أصفهان نص جهان، يعني أصفهان نص العالم. شيراز دي بقى مدينة الشعر والجمال. شيراز معروفة بأن هي مدينة الشعراء، واللي أشهرهم هناك حافظ وسعدي. عدد سكان إيران على حسب آخر التقديرات على نص السنة دي كده كان عدى 91 مليون نسمة. الفرس بيمثلوا حوالي 61% من السكان، وهم اللي بيشكلوا الأساس الثقافي واللغوي لإيران. بعد كده بيجي الأزريون واللي نسبتهم حوالي 16%، ودول عايشين بشكل رئيسي في الشمال الغربي. أما الأكراد فدول بيمثلوا حوالي 10% وبيركزوا في المناطق الجبلية اللي موجودة في الغرب. بيجي بعد كده أعراق تانية كتيرة زي العرب مثلا، واللي نسبتهم بتوصل لحوالي 2%، ودول عايشين في المناطق الجنوبية الغربية. التركمان وفي مجموعات تانية من الأتراك عايشين برضو في المناطق الشمالية. طبعا في ناس تانية زي الأرمن والجورجيين الأشوريين واليهود، ودول بيمثلوا نسبة حوالي 3% أو أقل من كل السكان. إيران عموما بتتكلم لغة رسمية هي الفارسية، لكن في لغات تانية منتشرة زي الأزرية، الكردية، العربي، التركمانية. معظم الإيرانيين هم من المسلمين الشيعة، لكن في أقليات دينية من المسلمين السنة والزرادشتيين، المسيحيين واليهود. ابن سينا أبو الطب الحديث ده حافظ الشيرازي كان معروف بشعره الروحاني والرمزي اللي بيعبر عن الحب والتأمل. أما سعدي كان مشهور بقصايده الإنسانية، وطبعا عمر الخيام الشاعر والعالم، والاختراعاته وأعماله في الرياضيات ساهمت في تطوير علم الجبر والهندسة. بعد الثورة الإسلامية سنة 1979 بدأت إيران تعتمد العلم الحالي في 29 يوليو سنة 1980، وعملوه بالاخضر اللي بيرمز لان هي دولة اسلامية، الابيض اللي طبعا انت فاهم يعني السلام، اما الاحمر الشجاعة والتضحيات علشان الثورة. وفي كمان النقش الكوفي اللي على حواف الشريط الابيض في الشعار مكتوب عبارة الله اكبر بالخط الكوفي 22 مرة، ودي بترمز لتاريخ انتصار الثورة الاسلامية في 22 بهمن بالتقويم الفارسي، يعني 11 فبراير سنة 1979. الشعار الحالي على فكرة صممه فنان إيراني اسمه حميد نديمي عشان يعكس القيم الوطنية والإسلامية لإيران من بعد الثورة. وبس كده، ده كان ملخص سريع لجغرافيا دولة إيران. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس ايه الدول اللي حابين نتكلم عنها، ولو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش لايك وشير الفيديو وسبسكرايب في القناة، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.